السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نتكلم في أي حاجة كده، يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد وتتابع معانا أهم الأخبار الحصرية في الفترة اللي احنا فيها دي، فترة الانتقالات، وأخبار مهمة جدا 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 في الأهلي وفي الزمالك وأهم الصفقات. تابع معايا وندخل مع بعض في الموضوع. أول صفقات الأهلي، كلنا عارفين ان بعد كاس العالم للانديه بعد خروج الاهلي في عروض كتير جات لوسام ابو علي، وعروض بارقام كويسه جدا. الاهلي هيعرف يمسك فلوس كويسه جدا في وسام ابو علي. فطبعا هو يعني بنسبه 90% كلنا كاهلاويه والاداره كلها كانت عارفه ان بعد كاس العالم للانديه بنسبه 99% وسام هيجي له عروض وهيمشي. وسام اصلا هو كان عامل الاستبدي، الخطوه دي هو كان عايزها. هو قال لك انا هروح الاهلي، هلعب كاس عالم للانديه، اسوق نفسي، اطلع. وسام طبعا واجهته هو يعني هو يتمنى يطلع اوروبا، وجاله فعلا عروض، جاله عروض من امريكا وجاله عروض. لسه في عرض كان من يومين الدوري الانجليزي اتكلم في 10 مليون دولار، وفي عروض طبعا من قطر وفي عروض من السعوديه. لسه وسام هيحدد الواجهه اللي هو هيطلع له. بناء على كده الاهلي بدا يتحرك في مهاجم. في مهاجم. هنتكلم على المهاجم اللي الاهلي بيتحرك فيه، ومهاجم برضه فلسطيني بيلعب في الدوري السويدي، تمام، اسمه اسد الحملاوي. اسد الحملاوي ده مهاجم عنده كام سنه؟ هقول لك انا دلوقتي هو عنده كام سنه. مهاجم عنده 24 سنه، تمام، مهاجم قوي، طوله 188، يعني مش قصير، طويل برضه. بيلعب في السويد، الدوري السويدي درجه اولى. احصائياته لعب مثلا 16 ماتش جايب 7 تجوان، ده معدل كويس. 7 تجوان في 16 ماتش. لعيب يعني انا شايف ان يعني احصائياته كويسه. هو اسيستاته مش كتير، ما بياخدش انذارات كتير، يعني في ال 16 ماتش ده ما خدش ولا انذار، ما عملش ولا اسيست، بس يعني هو في المعقول. اتكلم شاب صغير، جسمانيا كويس. اتكلم ان هو اصلا يعني سعره كمان مليون دولار على ترانسفير ماركت، دي القيمه التسويقيه بتاعته. هو لعيب كويس، لعيب بدنيا كويس قوي وسريع. فاعتقد ان هي الصفقه دي لو جت هتعوض وسام شويه، واعمل حسابك ان هو فلسطيني الجنسيه كمان، فمش هياخد مكان محترف. طب ايه تاني؟ الاهلي بيتحرك في ايه تاني؟ الاهلي بيتحرك في قلب دفاع. طب بيتحرك في مين بالظبط؟ هو بنسبه كبيره دلوقتي الاهلي بيتحرك في علي يوسف. علي يوسف ده لاعب ليبي، تمام، بيلعب في النادي الافريقي التونسي. لاعب عنده 23 سنه، مش كبير، صغير برضه. طوله برضه 188. لاعب دولي، لعب في منتخب ليبيا في اكتر من مباراه. واعمل حسابك ان اللعيب دوت في الدوري بتاعه لعب 25 ماتش، جاب فيهم 4 تجوان، جايب 4 تجوان مع انه قلب دفاع، جايب 4 تجوان واخد 4 انذارات صفرة. فبالنسبه للمدافع دي احصائيات كويسه جدا، وهو لاعب قوي جدا يعني. ده بالنسبه للاهلي والصفقات اللي هو داخل فيها حاليا. واعمل حسابك ان اللاعب ده برضه مش غالي. انت بتتكلم في لاعب قيمته التسويقيه حوالي 600,000 يورو، 650,000 يورو، فلاعب مش غالي. هو بنسبه كبيره جدا، بنسبه 80% الصفقه هتتم للنادي الاهلي. طبعا دي الصفقات، اهم الصفقات حاليا الاهلي بيتحرك فيها، تمام. غير ان الاهلي بيتحرك في صفقتين طبعا، اللي هو اسامه فيصل، محمد شريف. لسه الصفقتين دول ما اتحسمش امرهم، بس دول اهم الصفقات للنادي الاهلي حتى الان. نتكلم دلوقتي عن صفقات الزمالك. طبعا الزمالك حتى الان يعني ما فيش صفقات واضحه قوي، بس في كام لاعب كده هم بيتكلموا عنهم يعني. هو دلوقتي الزمالك بيتكلم عن فيرود اسمه انس المهراوي. انس المهراوي ده بيلعب في نادي مغربي اسمه النادي الرياضي.
الكناسي المكناسي، حاجه شبه كده، النادي الرياضي المكناسي. ده نادي مغربي. اللاعب ده عنده 24 سنه، طوله 173، فروة صريح. لعب في منتخب المغرب، لعب ماتش واحد مع منتخب المغرب. وبالنسبه للماتشات اللي هو لعبها مع الفريق بتاعه، لعب 29 ماتش، جايب 10 تجوان و2 اسيست. فبرضه احصائيات مش وحشه، احصائيات كويسه. 10 تجوان و2 اسيست، يعني معدل 12 12 مساهمه تهديفيه في 29 ماتش. اللاعب برضه مش وحش، بس هو حتى الان لسه الصفقه مش باين لها معالم قوي يعني. لان مثلا نسبه الصفقه انت بتتكلم في حوالي 46%. وانا حسابك ان اللاعب دوت يعني قيمته التسويقيه مش عاليه قوي، انت بتتكلم في 500 الف يورو، 550 الف يورو في الرينج ده. هنخش على الصفقه الثانيه، وهي صفقه انا بالنسبه لي هي صفقه كويسه جدا. هي عبد الرحمن دغموم. عبد الرحمن دغموم ده طبعا لاعب المصري، اللاعب ده كويس جدا، ولعب في الدوري المصري، عنده 26 سنه، لاعب مهاري، لعب في منتخب الجزائر، لعب 4 ماتشات، يعني لاعب دولي كمان. اللاعب دوت لعب 15 ماتش مع المصري، عمل 4 اسيست فقط. يعني هي برضه ايه كارقام، ها مش اللي عارف انت، مش اللي تخطفك. هو بيلعب خط وسط مهاجم، بس يعني 4 اسيست في 15 ماتش، يعني هيبقى احسن من اللي عندهم كتير طبعا. واخد 5 انذارات، اعمل حسابك، فمعدل 5 انذارات في 15 ماتش، برضه ده رقم مش قليل. بس عبد الرحمن دغموم لعيب كويس، لعيب مهاري، يعني لعيب هيعرف يحرك الفرقه من الدفاع للهجوم بسهوله جدا. الزمالك برضه بيتكلم في محمد رضا، لاعب بيراميدز، بنسبه 70% الصفقه هتتم. انت بتتكلم في لاعب عنده 24 سنه، لاعب بيلعب وسط ملعب، لاعب صغير برضو، لعب في منتخب مصر ماتش واحد، لعب بس هو لعب بقى مع بيراميدز كام ماتش؟ لعب مع بيراميدز 4 ماتشات وجاب جول بس. فطبعا مشاركاته ضعيفه جدا مع الفريق بتاعه، تمام. يعني مثلا مع منتخب مصر لعب ماتش واحد، فمشاركاته ضعيفه جدا مع الفريق. دي كانت معظم الصفقات اللي موجوده على الساحه دلوقتي، واللي موجوده على موقع ترانسفير ماركت بنسبه كبيره. واتمنى لو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل اشتراك معانا ولايك للقناه عشان تتابع معانا كل يوم. شكرا.